حمورابي. حمورابي بالأكدية تلفظ أمورابي وتعني المعتدي. حكم بابل بين عامي 1792 و 1750 قبل الميلاد حسب التاريخ المتوسط. ومن العموريين، هو سادس ملوك بابل، وهو أول ملوك الإمبراطورية البابلية، ولقد ورث الحكم من والده سين مباليد. وكانت منطقة بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة فيما بينها، وحدها حمورابي مكونة إمبراطورية ضمت كل من العراق والمدن القريبة في بلاد الشام حتى سواحل البحر المتوسط وبلاد عيلم ومناطق أخرى. وكان حمورابي شخصية عسكرية لها القدرة الإدارية والتنظيمية والعسكرية. ومسألة الشهيرة منحوتة من حجر الديوريت الأسود والمحفوظ الآن في متحف اللوفر بباريس، تعتبر من أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعالم أجمع. وتحتوي مسألة حمورابي على 282 مادة تعالج مختلف شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى جانب الكبير من الدقة لواجبات الأفراد وحقوقهم في المجتمع. قد قام حمورابي باتباع سياسة مركزية تعتمد على سلطته دون أي تدخل من قبل الكهنة، وكانت الإمبراطورية تدار من قبل الحكام الذي يعينهم في المدن والأقاليم المختلفة. وكان كل حاكم مسؤولا عن إدارة الشؤون الإقليمية بصورة عامة، وتتركز واجباته في حفظ الأمن والاستقرار والإشراف على تنفيذ المشاريع العامة والمحافظة على أمن وسلامة طرق المواصلات، إضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن إدارة المقاطعات والأراضي الملكية. كان حمورابي على اتصال دائم بحكام أقاليمه وموظفيه، يوجههم ويبعث إليهم بتعليمات تفصيلية في مختلف القضايا كبيرها وصغيرها. وقد قام حمورابي بنشر الحضارة البابلية وثقافتها في البلاد التي فتحها، وعني عناية شديدة بإدارة المملكة وضبطها، وقام بمشاريع عديدة وبخاصة مشاريع الري، فنشر الرخاء في البلاد، كما عنى عناية خاصة بالشؤون الدينية والعدل في بلاده. حمورابي الملك الحكيم 600 سنة على أول رحلاته الضخمة البحرية التي عبر بها المحيط بين عام 1405 و 1433 بعد حكومة مينوس ب7 رحلات بحرية. ولقد صممها الإمبراطور اليونغولي لكي يثبت الوجود